خلاص الناس كلها نجحت، محدش سقط غيري. امال مين بقى؟ ها اللي بيجي في ليله الامتحان ويقعد يقول لك مش عارف اذاكر، مش عارف اذاكر، اسقط والله ما عارف اعمل حاجه. مين بقى؟ ها اما كله نجح. تبقى قاعد في امان الله، بتقلب في الفيسبوك بتاعك، قاعد بتنبسط، بتقلب في التايم لاين، تشوف عزيزة غيرت الصورة الشخصية بتاعتها، واحد عمل لك نجز نجزك في بطنك جاب لك غرزتين، واحد تاني عمل لك حظر خلاك قاعد محظور مش عارف تعمل حمام مثلا، يعني حاجة من الحاجات الجميلة دي. فجأة تلاقي بوست انا نجحت، تتأثر شوية وبعد كده عادي ترجع تكمل انبساطك والدنيا حلوة، تلاقي بوست تاني انا نجحت، تبتدي تمسك نفسك وتكمل انبساطك وقشطة، تلاقي بص يا ابو ميادة، يا ابو ميادة انا نجحت، يا ابو ميادة انا نجحت. يعني انا هيعود عليا ايه بالنفع اما اعرف ان انت نجحت؟ يعني مثلا هجيب علبة شوكولاتة كوفرتينا واجي اتقدم لك في البيت ولا اي حاجة؟ ده انا مش بعيد اعمل لك ان فريند وبلوك واديكي على فاكر لما اشوفك ماشي في الشارع. وبعدين بمناسبة بقى ان امتحانات ثانوية عامة قربت، عايزة اديهم كده كذا نصيحة. اولا تعود على الابتكار، لازم دي تبقى شغالة، تألف اجابات في الامتحان محدش يعرفها غيرك، لان انت هتخش تلاقي حاجات محدش يعرفها غير اللي كاتبها، فلازم دي تبقى شغالة. وفي نموذج لو لقيته في اللجنة عايزك تقلبه، بص يعني زي اللمبة القلاووز، يعني بص خليه قلاووز كده. مين بقى ده؟ ده اللي بيبقى قاعد ما بيغشش غير البنات في اللجنة، يعني لو انت صاحبه قاعد جنبه بالجزمة مش هديك حاجة، تحس ان هو بيذاكر عشان يغشش البنات بس. والله تبقى البنت قاعدة، احنا عارفين طبعا البنات ايه، بارعة في المخ، فهتلاقيها قاعدة تقول له اسقط، يرضيك اسقط، بابا مش هيجيب لي علبة الايلاينر بتاعتي، عايز احط ايلاينر. فيبتدي هو يغششها وينجحها ويساهم في ان هي تحط الايلاينر كده. وبعدين انا اعرف بنات بتحط الايلاينر يعني فاهم، بتجيبه من هنا، هو المفروض بتجيبه بقى من هنا كده، تحس ان هي بتبخر نفسها، انت فهمت، شبه الفامباير. فيعني لو لقيت النموذج ده اديله على قفاه اللجنه وبص او اضربه بالنار او بلغ المراقب عنه يعني عشان نرتاح. بس كده، شكرا.